مرحبا أحبائي في فيديو جديد اليوم. رح نعمل مع بعض كيكة الشوكولا اليومي الإسفنجي الهش الاقتصادي. رح نعملها بالشوكولا وبمواد اقتصادية وبس ببيضتين وبحجم عائلي، سهلة سريعة، وكل ما باتت عندك هالكيكة بتطلع أطيب وأطيب. وإذا كنتوا أول مرة عم تشاهدوا فيديوهاتي أو وصفاتي ما تنسوا تضغطوا على زر الجرس وتدعموا الفيديو بزر اللايك. بالبداية رح أضع حبتين من البيض، رح أكتب لكم المقادير بصندوق الوصف، ورح نذكر بالفيديو كمان. حطيت حبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة. رح أضع كوب السكر، أنا استخدمت الأكواب الماء، أكواب الشرب، ممكن تستعملوا أي أكواب عندكم بالمطبخ. رح أضع ظرف فانيليا، ورح أضع ملعقة خل، ورح استعمل الأداة الكهربائية. رح أخلط شوي بس يتغير لون البيض من اللون الأصفر الغامق لأصفر فاتح. أنا كتير أحيانا بعمل الكيكة وبالمشبك اليدوي الغير الكهربائي، بس هون لسرعة الوقت استعملت الأداة الكهربائية. رح أضيف نصف كوب زيت، رح أضيفه شوي شوي، ورح أرجع أخلط لمجرد دقيقة. عندي كوب من الحليب، رح أضيف الحليب على دفعتين ورح أخلط شوي. الحليب هون دافي، دفيته 30 ثانية بالميكروويف. رح أرجع أخلط حتى تختلط كل المكونات مع بعضها. رح وقف الخلط بالمصفاية. رح أضع الكاكاو الخام الغير المحلى، ورح أضع الطحين، كوب طحين مع 3/4 الكوب كاكاو. رح أنخل الطحين مع الكاكاو، ضروري ننخل الطحين والكاكاو بهالطريقة. بدخل كمية كبيرة من الهواء بخليط الكيك، وأي ترسبات من الكاكاو والطحين رح أتخلص منها. واللي بيحب يعمل هالكيكة كيكة سادة بطعم الفانيليا يستبدل مقدار الكاكاو بالطحين. وبعدين رح أخلط بالملعقة الكاكاو مع الطحين حتى تختفي عندي الطحين. وما نبالغ بالخلط. بالنهاية وضعت ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وراح أخلط بشكل جيد. عندي صينية فرن مستطيلة، دهنتها شوية زيت ورشيت الطحين، وراح أضع خليط الكيك. وبهالأثناء الفرن مشغل على درجة حرارة 160 من تحت فقط، وآخر 5 دقائق أو 10 دقائق رح أحمرها من فوق. رح أطرق الصينية بالأرض حتى أتخلص شوي من الهواء داخل الكيك، ورح أرش جوز. ممكن ترشوا أي شيء أنتوا بتحبوه، ممكن حبيبات شوكولا أو بندق. وبصراحة طعمة الجوز مع كيكة الشوكولا عطتها طعم روعة. وهيك صارت جاهزة الكيكة. رح دخلها الفرن بعد مرور 45 دقيقة. طالعتها من الفرن، رح استنى عليها شي 10 دقائق لربع ساعة، ورح أقلبها. رح أضعها بصينية التقديم. الكيكة انفصلت عن القالب وقلبت معي بكل سهولة ما شاء الله. ببيضتين بس أخذنا كيكة بحجم عائلي. وممكن نترك الكيكة السادة، بس الأطيب نزينها بالشوكولا أو بكراميل.
عندي كيس كراميل جاهز، رح زين فيها. بتعطي الكراميل أو الشوكولا للكيكة رطوبة، حتى إذا حابين تزينوها بالكراميل ممكن تعملوا كراميل بالبيت، كراميل اقتصادي. رح نزلكم شي يوم إن شاء الله طريقة الكراميل الاقتصادي في البيت. وعندي هون 100 جرام من الشوكولا قطعتها ورح أدوبها في الميكروويف، حطيتها بكيس صغير ورح أعمل خطوط. هون الكيكة دافية، وكيكة بصراحة تستحق التجربة، هشة ورطبة وبتدوب التم ذوبان، طعمتها كتير طيبة. جربوها وما رح تندموا، شاركوها مع أصحابكن وأحبابكن. ممكن تعملوها في أي مناسبة عندكن أو تاخدوها ضيافة مثلي، بتبيض الوجه. وبشوفكن إن شاء الله في فيديو قادم.